السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. معانا النهاردة فيديو تحفة من أجمل التورتات والحلويات الجميلة التحفة اللي ممكن تقدميها لضيوفك في العيد. تورتة ما تشتريهاش تاني من بره. معايا هعلمك كل اسرارها وكل التكات بتاعتها، ازاي تعمليها، ازاي تزوقيها، ازاي تقدميها لضيوفك بالطريقه الجميله الحلوه دي. مش هتشتريها تاني من بره، بكل الاشكال والانواع. مع كوكي هتعملي احلى التورتات واحلى الجاتوهات. بص التورته شكلها عامل ازاي، تحفه بجد. انواع كتيره واشكال كتيره والطعم مختلف جدا، طعم فوق الخيال، احسن من الاطعام اللي انت بتجيبيها من بره، ومضمونه، عارفه انت حاطه في قلبها ايه ومكوناتها ايه وشكلها ايه، وانت اللي عاملاها بايدك. تسلم ايديك. وكل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وانتم بخير وبسعاده، وربنا يعود عليكم الايام بخير. وما تنسونوش بدعوة حلوة من القلب. وأي حد بيكلمني يا ريت أتعرف عليه ويعرفني منين، ويا ريت أول مرة لو حد بيخش القناة بتاعتنا يشرفنا باشتراكه فيها وينورنا ويعرفنا هو بيكلمنا منين وبيتواصل معانا منين. بصي التورتة شكلها عامل ازاي من جوه، طبعا شكلها بيتكلم عن نفسه. الشكل حكاية والطعم حكايتين وتلاتة خالص، لأن الطعم فوق الخيال. احلى تورته تاكليها من ايدك. كل سنه وحضراتكم طيبين. لان التورته اللي بتتعمل في البيت طعم مختلف جدا عن اللي انت بتجيبيها من بره، لانك واثقه من الجوده، واثقه من الامكانيات بتاعتها، واثقه من المكونات اللي انت حطاها فيها. بص الشكل. وطبعا التكلفه بقى مفيش تكلفه خالص زي اللي انت بتجيبيها من بره. انت لو هتجيبي التورته دي، شوف انت هتجيبيها اقل حاجه بكام. لكن مع كوكي هنقدر نعمل احلى التورت واحلى الجاتوهات باقل الاسعار واقل الامكانيات. دوت معانا صاجين هنا من الكيك الاسفنجي، وطريقته في فيديوهات تانية غير الفيديو ده. يعني العجينة بتاعته، مكونات العجينة بتاعت الكيك نفسه موجودة في كذا فيديو غير الفيديو ده. الفيديو دوت نزوق معاكم التورت ونوريكم الهشاشة وازاي الطراوة بتاعت الكيك الاسفنجي معانا. على فكرة ده مش دقيق اسبونج خالص، ده دقيق عادي جدا معمول بطريقة عادية جدا. ارجع لمحتويات الفيديوهات اللي هي معمولة فيها عجينة الكيك، وانت هتشوفي الكيك الاسفنجي ده انعمل ازاي من غير دقيق اسبونج ولا اي حاجة. طريقته سهلة وجدا وعادية جدا. هنحط ما بين كل الطبقات كده الكريمة بتاعتنا. طبعا احنا عارفين بنعمل كلنا الكريمة ازاي، وفي فيديوهات طبعا كتيرة جدا معمول فيها طريقة الكريمة. الصوص اللي بنحط دوت شربات عادي جدا من اللي بتحطيه على الكنافة او بتحطيه على اي حلويات انتي بتعمليها. بعمل كيلو، قلت لك بعمل كيلو من السكر كله، وبحطه كده ببطرمانات وبحطه في باب التلاجة لحين ان انت بتعملي اي كيك اسفنجي او اي حاجة عايزة تدخلي فيها عسل الشربات دوت، بيبقى جاهز معاكي، بيبقى القوام بتاعه ممتاز. حطينا من جميع الطبقات هنا بتاعت الكيك، لان الصينيتين طبعا قد بعض، قسمنا الصينيتين على 2 وخلينا الحشوه ما بين كل الطبقات كريمه كده زي ما انت شايفه، علشان التورت بتاعك يبقى عالي ويدي نفس الهشاشه ونفس القوام بتاع التورته اللي انت بتجيبيها من بره. تحفه بجد. الكريمه طبعا تخلي الخامة بتاعتها مش سايلة قوي، علشان لما تيجي تفرديها كده تدي تماسك معاكي وتدي طبقات حلوة. وبعد ما بتخلصي المرحلة ديت بتدخليها في التلاجة تتماسك شوية، علشان لما تيجي تدي الألوان اللي فوق أو تيجي تزوقيها يبقى طبقة الكريمة مسكت معاكي، الألوان ما بتخشش مع بعضها. ودي كلها معلومات لازم تعرفيها، عشان لو أول مرة بتعملي كيك أو تورت بالشكل دوت تعرفي تعملي. دخلناها التلاجة لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. دوت صوص مانجا جاهز عند مستحضرات الحلواني، بتجيبيه جاهز في جميع الانواع وجميع انواع الفاكهه اللي هو بايه الصوص ده. دوت صوص مانجا هنحطه كده على الوش وهنسويه بالراحه. طبعا احنا عندنا هنا طبقه الكريمه بسم الله ما شاء الله تماسكت لما دخلناها التلاجة، فالالوان عمرها ما هتتداخل مع بعضها، والطبقات كل طبقه هتبقى لوحدها زي ما انت شفتيها في اول الفيديو. تابعي بس معايا الفيديو الاخر خطوه بخطوه، وازاي تعرفي. الطريقه سهله جدا وبسيطه، وطريقه التورته اللي انت شفتيها في الاول سهله وبسيطه جدا، بس انا ما حبيتش اكتر عليك الفيديو
وريتكم الاشكال وعملت معاكم نوع واحد، وان شاء الله في فيديوهات تانية هنعمل انواع كتيرة واشكال كتيرة من الجاتوهات والتورتات علشان تتعلميها وتبقى سهلة عليكم وبسيطة جدا. بشكر كل الناس اللي معايا على القناه واللي متابعيني، ولو انا مقصره معاهم في حاجه حقهم عليا، لاني بص انا كنت بمر بظروف صعبه الايام اللي فاتت، وكنت تعبانه جدا الشهر اللي فات تعب الحمد لله يا رب، ربنا عافاني منه الحمد لله. اما الوردات البسيطه اللي انا بعملها دي بقى اسمها مربى حليب، بتشتريها جاهزه برضو من عند مستحضر الحلواني، وممكن اعملها معاكم على القناه، لاني انا لما دوت المذاق بتاعها عرفت مكوناتها وعرفت هي بتتعمل ازاي، سهله جدا وبسيطه جدا، لان طعمها حلو قوي. بس انا عرفت المكونات بتاعتها مجرد ما انا دقت المذاق بتاعها. هعملها معاكم برضو على القناه وأعرفكم مربى الحليب بتتعمل ازاي. اما ده بقى الكريمه اللي احنا بنعملها ديت كريمه عاديه جدا مع صوص المانجا اللي انت شايفاه، فادى شكل الوردات الصفراء اللي انت شايفاها دي. هنزين بقى زي ما انت شايفه كده بالقمع بتاعنا او بالكيس بتاعنا، هيدي الاشكال دي. هتحط اي بقى وردات اي شكل انت عايزاه، زيني وجملي التورت بتاعك باي شكل انت حباه، كل واحد له ذوقه وكل واحد له وجهة نظره المختلفة اللي هو حابب يعملها بالشكل اللي هو عايزه. انا زينتها بالشكل الجمالي اللي انت شفتيه ده، شكل بسيط جدا ورقيق جدا ومدي شكل التورته تحفة جدا. دي كانت تورته طالعة لعيد ميلاد، عيد ميلاد بنوتة، فانا حبيت اعملها لها بالشكل ده، والشكل عجبها جدا والمذاق كمان عجبهم جدا. قالوا احنا اول مره ندوق تورت والطعم والحلاوه دي، الطعم مختلف جدا والشكل مختلف، واحنا حبينا الشكل والطعم اكتر كمان من الشكل، لان معمول بطريقه حلوه وبطريقه عاليه جدا، فعجبهم الشكل والطعم، كان قالوا فوق ما احنا كنا متخيلين خالص. دي كلها حاجات بقى واشكال انت بتشتريها برضو من عند مستحضرات الحلواني، انت بتجيبي كل الحاجات دي من عنده، كل الحاجات دي متاحة عنده، وبيبقى عنده كل الاشكال وكل الحاجات اللي انت ممكن تقدري تزيني بيها. في عنده برضو فاكهات مجففة تحفة جدا، وقطع من الشوكولاتة انت ممكن تدخليها في اي نوع من الجاتوهات او التورتات، بتساعدك جدا في التزيين وبتساعدك جدا في الشكل الجمالي اللي انت حباه. عايزه اعرف بقى رايكم في التعليقات، وما تنسونيش بدعوه حلوه من القلب، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ربنا يعد عليكم الايام بخير يا رب، ويجعل ايامكم كلها هنا وسعاده وتحققوا كل اللي انتم بتتمنوه. وبشكركم للمره التانية الناس اللي متابعيني والناس اللي منوريني دايما على القناه، وبشكر كل واحد بيخش ويكتب كلمه حلوه من القلب. ربنا يجازيكم خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، وتحققوا كل اللي انتم بتتمنوه يا رب. نقطعها مع بعض بقى ونشوف الطبقات زي ما شفناها في اول الفيديو كده. بصي الشكل متناسق جدا وشكلها تحفة، حتى لما تيجي تقطعيها بتقطعيها بشكل متساوي متناسق، لان اللي انت عاملاه بجودة عالية وحلوة قوي. الطبقات تحفة، الطبقات كلها كريمة كده، والصوص بتاع المانجا عامل تيست عالي جدا فيها مع مربى الحليب، فمدي طعم خرافة جدا للتورت بتاعي. ادي الشكل النهائي بتاعه. عايزه رايكم بصراحه في الفيديو وتعليقاتكم الجميله اللي بتفتح النفس، وعلشان اتقوى للفيديو اللي بعد كده، لان كل كلمه حلوه طيبه بتشجع صاحبها ان هو يبدا فيديو جديد. ومعذره على تاخير الفيديوهات اللي فاتت، علشان انا كنت بقول لحضراتكم ان انا كنت تعبانه جدا، فده اللي اخرني ان انا اعمل معاكم فيديوهات. وان شاء الله هنعمل برضو حاجات العيد الاضحى المبارك مع بعض واحده بواحده كده، وهنعمل مع بعض كل حاجه. ما تنسونوش بدعوه حلوه من القلب ولايك وشير للفيديو. اقول لكم مع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.